الامتحان ده هيتحل مجانا على جروب طلاب الكابتن بإذن الله غدا الساعة 6 مساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي طلاب الثانوية الأزهرية في كل مكان، عاملين ايه؟ أتمنى تكونوا جميعا بخير وفي أفضل حال. وأنا عارف إن مش الفيديو ده اللي أنت مستنيه، ولكن الفيديو ده في غاية الأهمية بالنسبة لي، لأن من خلاله هنعطي كل ذي حق حقه، وهنأكد إن الحمد لله من أول يوم في السنة لغاية دلوقتي مفيش حاجة اتقالت ما اتعملتش. وإن شاء الله من خلال الفيديو ده حبايبي هنبدأ إن احنا نتناقش في 3 حاجات. الحاجة الأولى وهي فكرة طبعا المراجعات النهائية، هنتكلم عنها سريعا وهنجاوب على اهم سؤال: هل المراجعات النهائيه هتكون كافيه ليا حتى لو انا راكمت او ما بداتش في المادتين؟ وكمان هقول لك ازاي تعرف كل التفاصيل بتاعه المراجعات. بعد كده باذن الله هنبدا ان احنا نكرم اوائل منصتنا في الامتحان المقتبس من قطاع المعاهد الازهريه سواء في مواد الجغرافيا او التاريخ. واخر شق عندنا هنقول مين هو الطالب اللي كسب معانا 1000 جنيه في مسابقه رمضان. ولكن كالعاده وقبل اي شيء صلي على النبي، ادعي لاخواتك في فلسطين، لاخواتك في السودان، للمسلمين جميعا ان ربنا يكون عون ليهم، وما تنساش تدعي لي معاك يا بطل، وتدعي لنفسك باذن الله انك تصل لما تتمناه. كمان اعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه عشان الشغل اللي جاي هيكون قوي جدا جدا لكل طلاب الثانويه الازهريه باذن الله، وباذن الله نوصلك لباب لجنتك وانت معاك الامتحان سواء كان في مواد الجغرافيا او مواد التاريخ. ومن هنا ننتقل الى الحديث عن الشق الاول، الا وهو المراجعات النهائيه هتكون عامله ازاي بشكل سريع كده، وهل فعلا هي هتكون كافيه ليا حتى لو ما بداتش ولا لا. مبدئيا الحمد لله كده احنا مراجعاتنا النهائيه بتكون مفرمه حرفيا لمواد الجغرافيا والتاريخ. وعلى مدار المواسم اللي فاتت تقدر ان انت تسال اي حد كان صاحبك او تعرفه عن مراجعات الكابتن بتبقى عامله ازاي، وهو رده هيكون انك لو ما تعرفش اي حاجه في مواد الجغرافيا والتاريخ وحضرت مع الكابتن المراجعات النهائيه فانت برضه هتجيب ال 80 درجه في مواد الجغرافيا والتاريخ. وده لان الحمد لله احنا مراجعتنا ما بتكونش مجرد شرح او مجرد حل او اي حاجه انت ممكن تتخيلها. مراجعتنا بتكون عبارة عن اي حاجة بيتمناها طالب الثانوية الازهرية بيلاقيها في المراجعة. المراجعة باذن الله زي ما انا نزلت لكم التفاصيل اللي تقدر ان انت دلوقتي تطلع عليها من خلال التواصل على اللينك اللي هتلاقيه في الكومنتات، وتتبعت لك بالكامل وتشرح لك كل شيء. ولكن سريعا تعالى اقول لك برضو ايه هي التفاصيل سريعا. احنا ان شاء الله مراجعتنا هتكون عبارة عن 4 مراحل كاملين، 4 مراحل بنفرم فيهم الجغرافيا والتاريخ ابو الطلاليب. والمرحلة الاولى منهم هتكون بعنوان 2 في 2، ودي حرفيا هتكون مرحلة فرم المناهج من الصفر، من اول كلمة لاخر كلمة، من الجلدة للجلدة حرفيا هنشرح تفصيلي سواء كان في مواد الجغرافيا او التاريخ، زائد حل مفرمة الكتب. في المرحلة دي انت هتتفرم معايا حرفيا باذن الله، هيتم من خلالها تقديم ليك منهج الجغرافيا بالكامل في 6 محاضرات فقط مشروح فيهم المنهج كل كلمة حرفيا. يعني ما تعرفش اي حاجة عن المنهج ما تقلقش، في المرحلة دي انت يا باشا هتصم المنهج صم. وطبعا في التاريخ كذلك هنبدأ ان احنا نشرح المنهج بالكامل ايضا في 6 محاضرات، ووارد انه يزيد محاضرة، وده طبعا بجانب محاضرات حل الاسئلة اللي هتكون معمولة بنفس نظام امتحانك باذن الله، علشان تبدأ ان انت تتعود معايا امتحانك عامل ازاي بكل صيغ الاسئلة: اختياري، مقالي، خرائط طبعا في الجغرافيا وبين السطور في التاريخ، والاسئلة بتاعت بقى المعاهدات واذكر في اي دولة حدث ذلك وكل ما يتعلق بهذه الأسئلة. هتتدرب حرفيا على كل شيء في أي محاضرة حل أسئلة يا ابو الطلاليب. وده بالنسبة للمرحلة الأولى فقط. طب يا كابتن انت قلت المرحلة الأولى هنفرم حل أسئلة وبنظام امتحاني وهشرح تفصيلي، هتعمل ايه في الباقي؟ لا ما تقلقش، لأن في باقي وباقي وباقي. وده لأننا في المرحلة الثانية اللي هتكون بعنوان 1 في 1 على 1 في 1. أنا حابب الإحصاء السنة دي، مالكش دعوة، أنا مسمي أسماء رقمية تمام. في المرحلة الثانية دي بإذن الله ابو الطلاليب هنبدأ ان احنا نراجع مراجعة الزتونة على المنهجين، ودي فيها هنقدم لك منهج الجغرافيا بالكامل في 3 محاضرات فقط، ومنهج التاريخ في 4 محاضرات فقط، بجانب محاضرة حل لكل فصل او وحدة هنحل فيها حرفيا كم كتب مش هتتخيلوا. كمان في المرحلة دي هيكون عندك محاضرة لفرم الخرائط يا ابو الطلاليب، علشان ما يكونش عندك اي مشكلة سواء في الخريطة الصماء او الخريطة العادية. كمان هيتقدم لك محاضرة فيها شرح
بكل تفاصيل منهج التاريخ. يعني ايه؟ يعني اي حاجة كده صغيرة ما بتجيش على بالك، يعني اهم المعاهدات، يعني اهم الشخصيات، يعني اهم التواريخ، يعني اي حاجة بتعدي عليها تقول دي كده مش هتيجي في الامتحان، لا الكابتن هيشرحها لك في المرحلة دي وهيقول لك ممكن تيجي في الامتحان ولا لا. وده بالنسبة للمرحلة التانية. طب يا كابتن المرحلة التالتة هنعمل فيها ايه؟ ودي بقى المرحلة المحببة لطالب الثانوية الازهرية. طب ليه؟ لان في المرحلة دي يا حبيبي هنحل كتاب المرشد مراجعة نهائية، سواء كان في مواد الجغرافيا والتاريخ 2026. يعني الكتاب اللي نزل لك السنة دي هيتحل بالكامل بإذن الله، بجانب كمان حل كتاب الامتحان مراجعة نهائية 2026 اللي بنظام الاختياري، واللي من خلاله هنبدأ نتدرب على أهم صيغة سؤال في نظام امتحانك يا أبو الطلاليب. كمان في المرحلة دي هنحل كم امتحانات سابقة لا تتخيلوا، وكل النماذج التجريبية من أول ما الأزهر فكر ينزل نموذج تجريبي هنبدأ إن احنا نحلها أيضا في المرحلة دي. فأنت أعتقد يعني هتكون محتاج حاجة تاني؟ يعني بعد الثلاث مراحل دول أنت محتاج حاجة تاني؟ محتاج حاجة تاني فعلا تطمنك إنك هتضمن ال 80 درجة مع الكابتن؟ طبعا محتاج ليلة الامتحان اللي فيها بإذن الله هتاخد الامتحان، واللي بإذن الله هتكون المرحلة الرابعة، ألا وهي مراجعات ليالي الامتحان، اللي من خلالها بقى ايه يعني، لا مش هتكلم في تفاصيلها بصراحة، مراجعات ليالي الامتحان لليالي الامتحان، ولكن هي طبعا بتكون من خلال اشتراكك، وبدل انت اشتركت فبتضمن ان انت تشترك في الاربع مراحل بالكامل. طب يا كابتن باكج الملازم او الكتب، مبدئيا حضرتك مش محتاج تشتري اي كتاب، لا الامتحان لا المرشد لا اي حاجة خالص. ليه؟ لان اي حاجة انا هستخدمها بتنزل PDF، بجانب ملازم الشرح بتاعتي، ملازم الاسئلة اللي هتتعمل بنفس نظامك، بين السطور اللي هتتقدم لك، وفلاشة الكابتن والخرائط. يعني انت هتاخد باكج الملازم كامل مجانا سواء في الجغرافيا او التاريخ بمجرد اشتراكك يا ابو الطلاليب. وانا اعتقد ان انت كده مش محتاج اي حاجة تاني بالفعل علشان تطمن انك هتضمن ال 80 درجة مع الكابتن. ده سريعا تفاصيل ما سيتم. طب يا كابتن انت قلت كل حاجه دلوقتي، اما الفيديو تفاصيل المراجعه؟ لا يا باشا، فيديو تفاصيل المراجعه ده هشرح لك فيه كل محاضره هتكون امتى والساعه كام، وهنخلص المرحله الاولى امتى والثانيه امتى والثالثه امتى. انا عارف دلوقتي ان انت اصلا عقلك بدأ ياخدك، وايه ده، هو ازاي هيخلص كل ده في الفتره دي؟ ده بيقول ان البدايه 12/4، من 12/4 لغايه امتحانات هيخلص كل ده. اسال اللي سبقوك، قول لهم مراجعات الكابتن بتبقى عامله ازاي، وهل في كلمه بتطلع من لسان الكابتن ما بتتعملش، وانت هتشوف الرد هيكون عامل ازاي. وطبعا زي ما قلت لك لو انت محتاج تكون معانا في المراجعات النهائيه هتلاقي لينك التواصل في الكومنتات، هتكلمه ويفهمك كل حاجه. سريعا برضو يعني السعر، انا حرفيا عايز اقول لكم قعدت اكتر من 6 ايام كاملين بفكر ازاي ممكن اخفض معاكم الدنيا، وبفكر ازاي ان انا اقدم لك سعر مناسب للمراجعات، والحمد لله في النهايه استقرينا ان السعر يكون شامل المادتين، شامل كل اللي اتقال، شامل كل المراحل، ب 380 جنيه فقط بدلا من 540 جنيه. شايف كم التخفيض اللي اتعمل لحضرتك؟ وده لان طبعا التاريخ فقط ب 275 والجغرافيا فقط ب 265. تقدر تشترك في ماده من الاثنين لان كل منصه منفصله عن الثانيه، ولكن طبعا لو انت اشتركت في المادتين هيكون ليك العرض القوي جدا جدا ده اللي هو 380 بدلا من 540. وده طبعا بالنسبه للناس اللي هتبقى جديده معانا باذن الله. اما بالنسبه لطالب المنصه فهو عارف سعره هيكون كام. وتعالوا دلوقتي بقى عشان نكرم طلاب المنصه سريعا ونكرم الاوائل في الامتحان المقتبس من قطاع المعاهد الازهريه. ونبدا اولا بالمراكز الاولى في ماده الجغرافيا، واللي طبعا هيكون جائزتهم اشتراك مجاني تماما في المراجعه النهائيه بجانب شهاده تقدير. طيب المركز الثاني عندنا واللي باذن الله جائزته هتكون اشتراك او خصم 50% على الاشتراك في المراجعات النهائيه زائد شهاده تقدير. طب يعني انا يا كابتن اشتراكي بالخصم ده هيكون كام بالظبط؟ هيكون 270 جنيه فقط شامل المادتين، الجائزه تشمل المادتين. طب يا كابتن مش عايز اشترك معاك في المادتين، انا عم حر يا عم، مش هاخد الجائزه بتاعتي. لا طبعا هتاخدها على الماده بتاعتك عادي جدا جدا، ولكن انا عامل العرض وعامل الجائزه على المادتين. شوف يعني اهو بروق عليك اهو، الجائزه على المادتين. عايز تاخد جائزتك على ماده واحده عادي، احسب الخصم على الماده الواحده يا باشا واللي انت عايزه، انا كده كده معاكم في اي في سيطره كامله للبنات، فالولاد تشد حيلها شويه. تمام، ربنا يعيننا جميعا يعني. تمام، وناتي الى المركز الثالث. الجائزه طبعا خصم 30% على المراجعه النهائيه ايضا زائد شهاده تقدير. طب احنا كده اشتراكنا هيكون كام بالظبط لو احنا من المركز الثالث ده يا كابتن؟ هيكون 285 جنيه فقط شامل المادتين. يعني
انا قلت لكم اتقالوا على الامتحان المقتبس ده الجوائز بتاعته هتبقى قيمه جدا وانت ما صدقتوش. سريعا بقى يعني كل ده ما شاء الله هياخد خصم. لو الاسماء متعاده ممكن يكون عندنا طالبين نفس الاسم على فكره، وده بالنسبه للمركز الثالث في ماده الجغرافيا. ما شاء الله عليكم، عاملين شغل قوي احنا برضه، مع ان والله الامتحان ما كانش سهل. طيب سريعا نروح لماده التاريخ والمركز الاول. طبعا انتوا التاريخ ربنا يعينكم، طبعا برضه اشتراك مراجعه نهائيه وشهاده تقدير. وبجد امتحان التاريخ اللي كان مقتبس من قطاع المعاهد الازهريه كان صعب جدا، فان انتوا تقفلوا ده بالنسبه لي يعني بصراحه يعني انا فخور بيكم جدا جدا، وفخور باي حد دخل الثلاث مراكز واي حد امتحن، لان انا بالنسبه لي دايما كل دي مسميات. انا بالنسبه لي ان انت تستفيد، ان انت تعرف نظام امتحانك، ان انت تجرب، ده الاهم. انت هتفضل تجرب وتتعلم لغايه ليله امتحانك، فكل ده انا اصلا يعني ايه بعمله علشان افرحكم، وعشان كده دخلت المركز الثالث واديته جوائز. نيجي لبيان اوائل طبعا شامل الترم الاول في المركز الثاني. طبعا الجائزه خصم 50% ونفس الاسعار اتقالت، خلاص بقى مش هنقعد نكرر. المركز الثالث سريعا ايضا والجائزه خصم طبعا 30%، مش 50% عشان دي مش مكتوبه ايه عدل، خلاص خلي بالك الله يكرمك. وده بالنسبه التكريمات الخاصة بأوائل منصتنا في الامتحان المقتبس من قطاع المعاهد الأزهرية. أنا فخور بيكم جدا جدا لأبعد مدى حقيقي. كل الناس اللي امتحنت واللي شاركت في الامتحان دوت هم بذلوا مجهود قوي جدا جدا، وهم عارفين الامتحان ده كان عامل ازاي، وكان في غاية الأهمية. الامتحان كان طبق الأصل من الورقة الامتحانية اللي هتشوفها ليلة امتحانك بإذن الله. وبالمناسبة الامتحان ده هيتحل مجانا على جروب طلاب الكابتن بإذن الله غدا الساعة 6 مساء. وعشان تنضم للجروب ده هتلاقي اللينك بتاعه في الكومنتات، تضغط على اللينك تنضم، وبكره باذن الله احل معاك الامتحان ده علشان تعرف وتشوف الامتحان كان عامل ازاي ابو الطلاليب. اما بقى عن الطالب اللي كسب معانا 1000 جنيه في مسابقه رمضان، فهو الحمد لله استلمها بمجرد الانتهاء من المسابقه، وهو الطالب محمود احمد ابراهيم. وفي الحقيقه هو ما رضيش يستلم تماما الفلوس في البدايه، ولكن احنا الحينا عليه ان هو ياخد الجائزه بتاعته ويتصرف فيها كيف يشاء. ولكن هو طلب مني يعني حاجه تانية طبعا مش هنفسح عنها خلاص، ان يعني الفلوس دي يتعمل بيها حاجه او ما الى ذلك، لان هو عارف الحمد لله ان احنا عندنا تواصل بهذه الجزئيه. ولكن انا قلت له لا خد انت الفلوس، وده طبعا سكرين التحويل اهو للمصداقيه. قلت له لا خد انت الفلوس يا عم واعمل اللي انت عايزه، شوف بقى انت عايز تعمل بيها ايه، دي جايزتك وانت حر فيها. فمبروك يا حبيبي، وحقيقه انا فخور بيك جدا جدا لرد فعلك ده. وعموما انا فخور باي حد مر على الثانويه الازهريه دي، لان انا لو فضلت اتكلم عن مدى العظمه اللي انتوا فيها مش هخلص. انتوا فعلا طلاب يعني في عيني حاجه كبيره جدا جدا. لكم مني كل التقدير يعني على اخلاقكم وعلى التربيه اللي انتوا فيها وعلى يعني مدى الاهتمام بالامور الدينيه. انا فخور بيكم جدا جدا جدا، فخور ان انا جزء منكم، فخور ان انا مدرس للثانويه الازهريه بقدر اقدم الشغل ده لطالب الثانويه الازهريه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا اللي كان مطول شويه، حقكم عليا، ولكن حبيت فيه ان انا ادردش معاكم يعني اللي هو ايه بصفا كده، ساعة صفا دي تمام. وسامحوني لو كان الفيديو طول، واتمنى تكونوا استمتعتوا معانا بالكام دقيقة دول، وان شاء الله الشغل اللي جاي قوي جدا 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 سواء كان على المنصة او على اليوتيوب. فتاني ما تنساش تعمل اشتراك في القناة، تعمل شير للفيديو، واكد لي في الكومنتات انت قد المراجعات ولا لا يا ابو الطلاليب. واشوفكم على خير في اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم كابتن بدر حمزة.